اللهم صل على خير البشر. اعملوا لايك واشتراك واضغطوا على الجرس ليأتيكم الجديد. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتات. مباراة ريال مدريد وريال بيتيس. ريال بيتيس وريال مدريد في الجولة 16 من الدوري الإسباني، في صراع سيكون بين كارلو أنشيلوتي الإيطالي المدرب الخبير وفي ضد مدرب ريال بيتيس. الصراع سيكون صراع المغاربة 100%، صراع المغاربة. الزلزولي عبد الصمد الزلزولي وكل من رضا الشاذلي اللاعب المغربي، والصراع بين إبراهيم دياز وما أدراك الموهبة التاريخية الجديدة. ريال مدريد سيدخل كل ما باستطاعته، لأن الريال في هذه الجولة سيكون صراع الكبار، وصراع لن يستسلم ولن يكون فيه لحظات من الاستسلام، لأن القوة ستدخل وسيدخل. بيتيس ستصارع لأنها ستلعب في ميدانها وستلعب كل ما باستطاعتها أن تفعل من جد وتستطيع. أما الريال فتريد أن تفاجئ وتريد الصمود وتريد التكميل في خطواتها، لأن الانتصار بدأ في مراحله، والانتصار ثم انتصار هو مفاجأة الريال رغم العديد من الغيابات. لكن الريال يريد تكميل ويريد أن يكون دائما قوة ودعم، وترميم الصفوف ليس سهلا، لأن الريال في هذه الجولات يمشي بخطوة رغم كما قلنا أن العديد من اللاعبين الذين غابوا مثل البرازيلي نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وكامافينجا وكارفاخال الذي تأتيه الإصابة مرة أخرى وكرة وميليتاو. لأن الصراع سيكون، لأن الريال يريد أن يتعامل وأن يتعامل. هل الريال ستتعامل مع هذه المباراة كأنها مباراة واقعية؟ لأن الريال لا تريد أن تنزف النقط، بالعكس تريد أن تكتمل وأن يكتمل الصفوف وأن تكون لديها قوة كاملة في جميع الفريق، وأن تعتمد على اللاعبين كاسية، وأن تعتمد على كل ما باستطاعتها الاعتماد. لأن الريال وريال بيتيس ستكون ريال بيتيس مستعدة، لأن ريال بيتيس ستستعد لهذا المحور، وسيكون القوة هو أن تكون ريال بيتيس تستعد لمباراة ريال مدريد وقمتها ومفاجآتها، وانتظار مفاجآت من الريال بيتيس وحتى من الريال ونجمها الإنجليزي كما نعرف. والصراع سيكون بينهما وبين الزلزول الذي سيفاجئ كل شيء. صراع الكبار، المغاربة يستنون ومن سيفوز ب3 نقاط، أم ريال مدريد أو ريال بيتيس أو إبراهيم دياز أو الزلزولي؟ اكتبوا لنا في الكومنت. ادعمونا في قناتنا الرياضة واكتبوا لنا في الكومنتات واضغطوا على الجرس ليأتيكم الجديد. ادعمونا في قناتنا واكتبوا لنا، لأننا ننتظر كل ما دمتم في رعاية